السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى هنعمل كحك العيد. كحك العيد بطريقة جميلة جدا. كل سنة وانتم طيبين. هنعمل النهاردة احلى كحك، وبقول لكم اعملوا لايك لو عجبكم الفيديو يا حبايبي. اعملوا اشتراك بالقناة، فعلوا جرس الاشعارات عشان كل وصفة جديدة توصل لكم. مطبخي مطبخ هنا عبده. حبايبي بحبكم في الله. هنا معايا يا حبايب قلب المقادير: كيلو الدقيق، ليه اللهم صل على النبي، معلقة كبيرة نصها من اللي هو البيكنج باودر. تمام. معاه حبايب قلبي بحبكم في الله. معاه معلقه صغيره من الخميره. تمام. ومعاه معلقه كبيره من ريحه الكعك. تمام. وكيس فانيليا. زي ما انتم شايفين كده. هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف يا حبايبي، في تحت الفيديو كده كلمه اسمها المزيد، هتضغطوا عليها هيظهر لكم المقادير مكتوبه تحت. لو حابين تشوفوها. كل سنه وانتم طيبين حبايبي واخواتي في الله. معانا هنا كيلو الدقيق زي ما قلت لكم. انا هنا بنخل الدقيق، كيلو الدقيق، رشه ملح كده، معلقه كبيره من الخميره، ورشه ملح، يعني لازم الملح ده اكيد يعني. والسمنه بقى يا حباب قلبي، كيلو الدقيق ليه 300 جرام سمنه، يعني بما يعادل كوبايه كبيره من السمنه. الكوبايه اللي هي بتاعه العصير الكبيره. تمام. كوبايه كبيره حوالي يعني ربع كيلو ويزيد 50 جرام. تمام. ده كيلو الدقيق ربع كيلو ويزيد 50 جرام. حابينه يبقى دايب بقى، ممكن تحطوا على الكيلو الدقيق نص كيلو سمنه. وطبعا السمسم بقى ممكن تحطوا بقى، ده اختيار السمسم ده، بس هو اكيد الكعك يبقى بيه لازم السمسم بتاعه. هنحط بقى ايه يا حباب قلبي؟ زي ما انتم شايفين كده، اللهم صل على النبي، حطينا معلقتين من السمسم. انا عامله كميه، بس انا بقول لكم مقادير الكيلو. وريحه الكعك حطينا معلقه كبيره. وكمان الريحه بتاعت الكعك اللي هي بتيجي للسايله، ممكن تحطوا ازازه اللي هي الازازه الصغيره ديت. تمام. انتوا ممكن تقولوا للعطار عايزه مقادير كيلو من الكحك. مقادير كيلو هيديكوا، مقادير 2 كيلو هيديكوا المقادير بتاعه الحاجه. المقادير اللي هي مش المقادير، الحاجات النكهات بتاعه الكعك وريحه الكعك والفانيليا والبيكنج باودر والسمسم، الحاجات دي كلها. تمام. مقادير الكيلو معروف. وانا هسيب لكم المقادير يا حبايبي في صندوق الوصف زي ما قلت لكم، كلمه اسمها المزيد. هتضغطوا على المزيد هيظهر لكم كل حاجه. انتوا عايزين تاخدوا المقادير بقى ومظبوط، خدوا المقادير مني. مقادير جميله جدا، بسم الله ما شاء الله. كعك مش دايب، وسط. انا ما بحبش الكعك الدايب. هنا بقى ايه، او قبل شيء كل شيء تختبروا الخميره، عشان حصل معايا نفس الموقف. وجيت حطيت الخميره على الدقيق على طول، الخميره ما كانتش شغاله معايا. عشان اختبرها بقى ما بوظش الدقيق حرام. عملت ايه؟ حطيت كوبايه من اللبن دافي كده، او ميه مفيش مشكله. ودوبت كوبايه من السكر حسب الكميه اللي هتعملوها. انا كنت حاطه كوبايه سكر مع معلقه دقيق، وندوب كله مع بعضه، السكر مع الدقيق مع اللبن، لحد ما نختبر الخميره، نشوف الخميره شغاله معانا ولا لا. عشان ساعات تكون الخميره راكنه عند العطار او عند اي حد بيبيع الخميره ديت، ما تشتغلش معانا وتبوظ كل اللي احنا بنعمله. فانا هنا جبت الخميره وحطيتها زي ما انتوا شفتوا كده. السمنه يا حبايب قلبي ما مش بقدحها. لو انتوا حاطين عايزين السمنه دايبه، الكعك دايب، كتروا السمنه. كيلو دقيق نص كيلو سمنه، وممكن اكتر كمان. فانا عايزاه وسط. بحب انا لما بحبش الكعك الدايب قوي. انا بحبه وسط، ما يكونش لا دايب قوي ولا ناشف قوي. تمام. خير الامور الوسط. هنا انا حطيت الكميه، حطيت حوالي 2 كيلو سمنه. انا عامله كميه، حطيت 2 كيلو سمنه. انتوا بقى حابين لو هتعملوا في الكيلو زي ما قلت لكم في الكيلو، آه نص كيلو سمنه لو انتوا عايزينها دايبه. لو انتوا عايزين الكحك دايب، نص كيلو من السمنه. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي، انا بحط الروايح بتاعته، ازازتين بتوع ريحه الكعك، مع معلقه ريحه الكعك البودر، مع معلقه صغيره من البيكنج باودر، معلقه صغيره خالص، مع معلقه كبيره من الخميره. ده للكيلو يا حبايبي، للكيلو، خلوا بالكم. ورشه ملح، ومعلقتين سكر، ده للكيلو برضك. انا هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. اللبن ممكن كوبايه لبن تكفي الكيلو، لان انا جبت الكيلو اللبن اتبقى منه. كوبايه اللبن تكفي الكيلو الكعك. تمام. بس اهم حاجه في الاول خالص تختبروا الخميره، عشان الخميره ساعات ما تكونش شغاله معاكم وتبوظ الوصفه منكم، والوصفه تبقى بايظه معانا وما تنجحش معانا. فاهم حاجه؟ ان حطينا السمنه زي ما انتم شايفين كده، بنبس السمنه الاول، وبعد كده بنحط اللبن. اللبن ده اخر حاجه خالص.
تمام. وضفنا فانيليا، وضفنا معلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعلقه كبيره من ريحه الكعك، وريحه الكعك السايله اللي هي العلبه الازاز ديت انتوا كلكم عارفينها. الحشوه بقى حسب ما تحبوا، عايزينه ساده عايزينه بملبن، انا عملت بملبن. تمام. اللبن يكون دافي يا حبايبي، اللبن يكون دافي، ما يكونش سخن عشان ما يبطلش مفعول الخميره. اللبن لازم يكون دافي. انا هنا دفيته، كنت غاليه اللبن بس دفيته بس على النار، زي ايه، زي ما بيقولوها زي دمعه العين، بيقولوا عندنا الماء الفتره زي دمعه العين، يكونش سخن قوي. تمام. وهنعجن كده كل العجينه العسل ديت. تمام. وهنغطيها بكيسه كده لحد ما تختمر، وبعد كده هنقطع ونشتغل فيها معاكم وتبقى زي الفل. اهي كده اختمرت معانا، وخدنا بقى حته على الصينيه كده، ومعانا هنا بتاعه الكعك. بنحط العجينه كده ونطلعها زي ما انتم شايفين كده، تطلع بالرسمه العسل ديت. اهو يا حبايب قلبي، بصوا كده. اهي انا بعمل كده حاجه، بصوا زي العسل كده، بسم الله ما شاء الله. لا هي دايبه قوي ولا هي ناشفه قوي، وسط، خير الامور الوسط. عملنا بقى الكميه كده وحشينا بالملبن، بصوا يا حبايب قلبي الشكل عامل ازاي، جميل جدا، كل سنه وانتم طيبين. بحفر حفره كده في قلب العجينه عشان ادخل الملبن، عشان ما يسيلش ويحرق الكعك مني. واروح جايه مدخله كده ويطلع معانا زي العسل كده، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. صلوا على النبي في الكومنتات كده. دمتم في رعايه الله.